السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم احمد طلاب السادس 2026. اخر فرصه قبل الندم، وهواي طلاب لحد هسه بعدهم مبلشين، وهواي طلاب لحد هسه ضايعين وخايفين ومرتبكين. فخلونا نعوف المثاليه ونحكي بالواقعيه. احنا نعرف انه اكثر شيء تمام يقهر هو مو السهر ولا الدراسه، اكثر شيء يقهر ويوجع هو شعورك انت يوم النتائج، من تشوف الكل فرحان وانت واقف بمكانك. مو لانك خلينا نقول غبي، لا، بس لانك استهانيت بالوقت الباقي. من اقول لك باقي شهر، من اقول لك اخر فرصة، تقول لي يعني الحق، يعني معقولة؟ استهانيت بالوقت، استهانيت بالفرص. انت لا تحسب ايام، احسب ساعات، احسب هاي الايام الباقية كم ساعة بيها تقدر تدرس، تقدر تخلص بيها المنهج. تمام، لو تحسبها بواقعية. بس انت استهانيت بالوقت. المعدل مو مجرد رقم، المعدل هو تذكرة عبور للمكان اللي انت تستحقه. هسه انت قبالك خيارين، تمام؟ يا اما اول شيء، يا اما تظل تدلل نفسك وتقول ما له حق والوقت قليل وتستهين بالوقت، وخلينا نقول تعيش دور الضحية، تمام، وخلاص النتيجة معروفة اصلا. يا اما يا اما انه تقتنع انه هذه المواد هي مجرد تحدي لك وانت لازم تعبره، تمام؟ فهذه الخيارين عندك. اما الاول وانت تعرف نتيجته شنو، اعادة سنة، او الثاني اللي ان شاء الله تطلع هدفك بيه. تمام. فاللعبة هسه بدأت تصعب، والمعدل ما يضيع بالايام الباقية، يضيع باللحظات اللي تضيعها وانت تدري انك تقدر تسوي شيء بس عاجز. لا تنتظر معجزة، ولا تنتظر واحد يجي يشيل الكتاب عنك. انت المسؤول عن مستقبلك، اهلك، تعبهم، احلامك، كلها معلقة بهذا الشهر. الندم ياكل من الروح، والكلمة اللي تنقال بعدين لو دارس شوية أكثر هي أصعب ممكن كلمة تسمعها يعني من نفسك. تمام. فالفرصة الأخيرة هاي موجودة عندك حاليا، المعدل ما يضيع بيها إذا قررت اليوم تنهي حالة الضياع اللي أنت بيها. فرتب أوراقك وصفي بالك وابدي، ولا تقول أبدي من باكر. يعني لا تقول ابدي من باكر، لا، ابدي من هاي اللحظه، ابدي من هسه، من تسد الفيديو مباشره روح ابدي، لان من تقول ابدي باكر ما راح تبدي باكر. النهايه قربت، والذكاء انك تنهيها وانت رافع راسك، مو انك تندب حظك وتقول ما اقدر وخلص وانا محظوظ وما قدرت وتندب وتبدا ذنب الاخرين. لا، ماكو وقت للتحفيز الزايد، اكو وقت للشغل. فقوم ادرس وسوي اللي عليك، تمام؟ عزت نفسك بمعدلك، فلا تكسرها. اتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب النجاح والمعدل العالي. واتمنى تسمعون كلامي زين وتركزون بكلامي وتطبقوه، لان فرصتكم هذه هي الفرصة الاخيرة. اتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب النجاح.